كل ما نيجي نتكلم عن ان احنا عايزين نساهم في تحسين الاوضاع اللي موجودة، الاوضاع الامنية والاوضاع الاقتصادية اللي هم اكتر مشكلتين بيواجهوا مصر، تطلع لنا حاجة يعني تعطلنا او تشدنا لورا. يعني اكيد ده مش صدفة، يعني الفترة دي بالذات، يعني من ساعة ما الثورة يعني بانت كده بقى وظهرت وده اتحبس وده اتسجن وده دخل وده كده، بدأت بقى الحكاية دي كل يوم والتاني حاجة تشدنا لورا، واحنا نقول عايزين الشباب يهتم بالجانبين دول، الامن والاقتصاد، ويشكل فرق ويشكل مبادرات. وفعلا الشباب الثورة بدأ يعمل مبادرات في اتجاه الاقتصاد، وكنا بنتكلم على ان في مجال الامن كمان يعمل ده بالتنسيق مع وزارة الداخلية الجديدة ومع المجلس العسكري، عشان يغطي نقص الامن اللي احنا بنعتقد ان هو نوع من انواع الضغط، وده شيء واضح قوي، نوع من انواع الضغط على الثورة او على مصر الجديدة، ان هي يعني تتراجع او تحس بقيمة الامن. كمان في يعني بيطلبوا ان احنا نعتذر للامن. كل ما نيجي نعمل كده تظهر لنا حاجة، وورا بعض. عموما اعتقد ان كل الناس النهاردة مشغولة جدا بموضوع ايه، الخطاب الصوتي المنتظر للرئيس المخلوع حسني مبارك، وان هو يعتذر ويرجع شوية فلوس كده موجودة في مصر، يعني دول اللي سابوهم، يعني دول اللي سابوهم عشان يسلموهم، انما بقية الفلوس طبعا كان في فترة كافية قوي، حوالي شهر ونص تقريبا او شهر يمكن او اكتر. وانتوا عارفين طبعا في شركات على مستوى العالم كله يعني متخصصة وغسيل الاموال واخفاء الاموال وحاجات زي كده. المبلغ الصغير اللي اتبقى يعني الهانم 24 مليون جنيه، 24 مليون جنيه، والرئيس معرفش كام، يعني حاجة كده، يعني ايه فكة كده عشان احنا ايه نفرح يعني بالفكة دي. بقول ان كلنا اكيد النهاردة مشغولين جدا بموضوع الخطاب المنتظر، بس الواحد عايز يسأل يعني هل المسجون من حقه ان هو يطلع خطاب ويأثر بيه على الرأي العام ويأثر بيه على سير العدالة وكذا وكذا؟ وبعدين ازاي يخش له ادوات تسجيل، وازاي ادوات التسجيل تخرج، وازاي يتم الاتفاق مع قنوات مصرية وعربية؟ عموما الخبر اللي اتنشر النهاردة يعني في بعض الآراء اللي شايفة ان هو خبر يعني في شبهات كده، وصياغته كمان فيها نوع من الايه، من توريط القوات المسلحة من ناحية ان مصدر عسكري قال كذا 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 بدون ذكر اسمه طبعا، وان هي عيانة جدا، وان هو عيان جدا، وان هو يعني عايز ياخد معاش، اي معاش تقرره له الدولة يا عيني يعني. عموما زي كل مرة، زي كل يوم، تعال نركب الطيارة الهليكوبتر ونشوف اللقطة من فوق، عشان الحاجات التفصيلية كتير جدا اللي حصلة بتخلينا يعني يحصل لنا تشوش معين، ما نقدرش نشوف
الحدث المعين في السياق العام. واي حدث لو ما تشافش في سياقه العام يفقد البوصلة بتاعته، ما تقدرش تحلل حدث ما الا لما تحطه في السياق العام بتاعه. نركب الطيارة الهليكوبتر ونبص على مصر، اضرابات واعتصامات ومظاهرات وحاجات كده، جزء منها طبعا يعني بحسن نية، وجزء منها بسوء نية. انا عايز اقول لكم قبل ما نتكلم بالتفصيل في ايه اللي حاصل في مصر، نقطة صغيرة خاصة بالسيناريو. ازاي بتعمل سيناريو فيلم مثلا؟ السيناريو يعني في معظمه عشان يبقى محبوك يعني ومقنع للافلام الواقعية او الافلام الشبه الواقعية او الافلام الاجتماعية او الرومانسية او كذا، اللي ممكن تصدقها وتعيش معاها حالة التوحد دي، بيتاخد اجزاء من الواقع ويضاف عليها اجزاء مصطنعة ابداعية يعني، وده كله في نسيج واحد يطلع سيناريو فيلم معين. يعني عايز اقول ان السيناريو ده دايما لازم عشان يتبنى لازم يتبنى على بعض الوقائع، على بعض الحاجات الحقيقية، وحاجات تانية من الخيال، من خيال المبدع، من خيال المؤلف، من خيال السيناريست. تقريبا نفس المثل ده نقدر او نفس المنطق ده نقدر نطبقه على اللي بيحصل في مصر، اللي احنا الحاجات اللي بنقول ان فيها جانب حسن نية وفيها جانب مقصود. يعني اكيد الشباب اللي هم بيتظاهروا امام السفارة الاسرائيلية وحاولوا يقتحموها، طبعا احنا ضد يعني محاولة اقتحام السفارة ايا كانت سفارتها، لان في اي دولة في العالم ما ينفعش الحكومة عليها مسؤولية حماية السفارات، بغض النظر بقى السفارة دي احنا بنحبها او عدوة او ما بنحبهاش او كذا، لكن ده واجب يعني في اي دولة ديمقراطية. لو اي متظاهرين حبوا يقتحموا السفارة لازم قوات الامن بتمنعهم بقى، انه كيفية بقى شوية غير بقى من اللي حصل في 25 يناير و27 و28 ويعني احساس بالهزيمة اللي حصل عند الشرطة، فممكن في موقف زي ده بقى يبقى فيه غل كده، بقى يبقى فيه زغدة جامدة او الفاظ خارجة او كذا، الحاجات دي كلها. لكن يعني في الاول وفي الاخر ما ينفعش اي دولة يعني طالما هي دولة ان هي تسمح الناس تقتحم السفارات اللي على ارضها. لو بصينا في اللقطة العامة هنلاقي حاجة خطيرة جدا حاصلة بقالها 3 ايام، موضوع السولار، ازمة السولار المفتعلة سهل افتعالها. يعني بعض التجار يخبوا الحاجات بوصاية طبعا ودعم يعني وتوجيه، يخبوا البضاعة فالناس تتهافت، فاللي كان بياخد 20 لتر يبقى عايز ياخد 40 لتر عشان في ازمة، فالازمة تزيد اكتر، وبعدين هم التجار يرفعوا السعر فيبيعوا اللتر بدل الصفيحة بدل ما هي ب22 يبقى هو ب30 او ب40، فهم يبقوا كسبوا من كذا ناحية التجار، والناس اللي محرضينهم بيقبضوهم طبعا. ومعظم الناس اللي او جزء كبير من الناس اللي عندها محطات تموين بتاعت السولار دي بيبقوا اصلا اخدين موافقات على محطة البنزين، لازم ياخد الموافقة، يعني معناها علاقته الطيبة بالحزب الوطني ان لم يكن عضوا في الحزب الوطني او نائب الحزب الوطني اللي موجود في الدايرة هو اللي بيجيبها له، وبيدفع رشاوي وحاجات زي كده عشان يعمل محطة. اذا جزء من اصحاب المحطات دي على علاقة وثيقة بالحزب الوطني والاحياء والفساد بتاع الاحياء ويعني ايه السكة سالكة منه. موضوع السولار خطورته في ان هو وسيلة النقل، يعني عشان تنقل مثلا طماطم او خضار او فاكهة او اي حاجة من الوكالة لغاية الوكالة، هتنقلهم في عربية، من العربية نفسها دي بتشتغل بالسولار،
وبعدين عشان تنقلهم من الوكالة لغاية التاجر برضو عربية نص نقل، برضو دي بتشتغل بالسولار. يبقى الفاكهة دي او الخضار ده هيغلى. اذا كان الصفيحة ب 22 هو السواق اخدها ب 30 او ب 40، يبقى النقلة ام 10 او 20 هتبقى ب 40 و 50، وبالتالي الخضري هيبيع لك الخضار بسعر اغلى. ناهيك عن ان العربيات اللي ما بتلاقيش سولار بتقف وبتعطل، او اللي بتنقل ركاب بيعلوا اجرة الراكب، فالراكب بيتخانق مع السواق، فبيحصل مشاكل كتير جدا حاصله في كل محافظات مصر بسبب موضوع السولار. موضوع السولار مش اي حد يعمله، حد فاهم دور النقل والسولار في احداث حالة من الارتباك على مستوى كل المحافظات. ده ناهيك بقى عن حرق الكنايس وتفجير الضريح وتكسير حجز بتاع اسم شرطة زي اللي حصل في اكتوبر، ويهربوا المحجوزين او المساجين من الحجز، يعني 36 واحد، وضرب نار واعتداء على معتصمين بتوع مسبيرو او غيرهم. يعني عامل لك حالة من الارباك العامة. لو احنا طايرين كده في طيارة هليكوبتر بنتفرج على مصر هنلاقي في حالة من الارباك العامة المقصودة. ما اظنش في حد على الاطلاق ممكن يبقى يعني يقول ان الحالة دي حالة طبيعية وحالة عادية واحنا عايشين في كل ده. اهلا يا حسين، ازيك؟ وازيك يا سلوى؟ لو بصينا لقطة عامة عشان موضوع ان مبارك يقدم اعتذار ويدينا الفلوس اللي معاه. اولا اللي يديك الفلوس اللي معاه سواء كانت سوزان ثابت او سوزان مبارك او حسني مبارك الرئيس السابق وحرمه قرينته، بعد ان هو يديك الفلوس بيرجع لك الفلوس، معناها ان هو ده اعتراف بان الفلوس دي مش بتاعته، مع انها لو بتاعته مش هيديها لك. هيديها لك ليه؟ هو بيقول لك والنبي اعفى عني وخد الفلوس اهي. يعني ده اعتراف ان انت اخد الفلوس دي، والفلوس دي مش بتاعتك. لو بتاعتك مش هتدهاني، لان انا مش هقدر اعمل لك حاجة، دي فلوسك، هعمل لك ايه؟ فكونه يعرض ان هو يدي الفلوس يرجع الفلوس، معناها ان انت كنت اخد الفلوس دي، يبقى معناها اعتراف صريح بالجريمة، سواء بالنسبة لسوزان مبارك او لحسني مبارك الرئيس السابق وقرينته. ده اول حاجة. تاني حاجة هي بتقول ان الفلوس اللي معاها دي كانت عبارة عن تبرعات بتجمعها عشان الاعمال الخيرية. ممنوع مجرب بحكم القانون جمع تبرعات. يعني شخص كده يجمع تبرعات ويحطها في الدرج ولا في الخزنة ولا في الدولاب ولا في البنك باسمه، ده قانونا مجرم. يعني دي جريمة، جمع تبرعات، شخص معين يجمع تبرعات منه لنفسه كده، دي جريمة. دي جريمة تانية غير جريمة الايه، الكسب غير المشروع، ان هو خرق قانون بتاع الجمعيات الاهلية، ان ما فيش حد يجمع تبرعات كده منه لنفسه. يعني في جهات محددة هي اللي مسموح لها بانها تجمع تبرعات لصالح هيئات معينة، والحساب بتاع التبرعات دي بيبقى باسم هذه الهيئات او الجمعيات او كده. يعني ده شيء بينظمه القانون. كونك انت تجمع فلوس وتحطها باسمك في البنك، يعني معناها ان انت خرقت القانون، معناها ان انت اجرمت، معناها ان انت ارتكبت جريمة جديدة. لو بصينا على اللقطة العامة هنلاقي ان القلق اللي حاصل ده كله، الاقتصاد حالته يعني صعبة جدا ومقلقة جدا، الامن حالته يعني سيئة جدا، ازمات بقى، ارتفاع اسعار السلع الغذائية، وبعد منها اختفاء انبوبة البوتاجاز، وبعد منها ازمة السولار، واعتصامات واضرابات وكذا وكذا. يعني احنا لما كنا بنقول للاطباء ان هم ما يعملوش الاضراب بتاعهم، ان احنا مش معاهم في الاضراب بتاعهم، قلنا ان احنا معاهم في مطالبهم وفي اهدافهم النبيلة وفي حقهم في الاعتصام والاضراب، ولكن التوقيت غير مناسب.
لان احنا لما بنبص كده بالطياره الهليكوبتر على مصر كلها بنلاقي اضرابات واعتصامات وازمات وكذا وكذا، يعني معناها ان مصر الجديده اللي احنا عايزين نبنيها بتقع. فينفعش بقى الحاجات الغلط اللي بقى لها 30 سنه و40 سنه نبقى عايزين لازم نعملها دلوقتي، يا دلوقتي يا بلاش. ما انت لازم تضحي بالجنين عشان الام تعيش. يعني يا اما مصر تقع، مصر الجديده اللي بنبنيها دي تقع، يا اما تجيب بقى حقوق المهندسين والعمال والفلاحين والتجار وكده، يبقى كل الناس تعمل اضرابات ومظاهرات واعتصامات عشان كل واحد ياخد ايه حته من الكحكه اللي على الترابيزه اللي كنا بنقول عليها امبارح. الكحكه طلبنا من المجلس الاعلى للقوات المسلحه ان يرفع الكحكه من على الترابيزه، يرفع التورته من على الترابيزه، لان من ساعه التورته ما اتحطت على الترابيزه وكل قوى الثوره وكله بقى يجري عايز ياخد حته من التورته، كل واحد عايز ياخد حته من التورته، كل قوى سياسيه عايزه تاخد حته من التورته، وكله بيتسابق في ده، واهملوا مصر الجديد في درجه من اهمال الثوره. طبعا في دعوه لمظاهره مليونيه يوم الجمعه الجايه عشان موضوع اعتذار مبارك ونطالب بالعفو عنه، ما اعرفش هتحصل ولا لا، لكن في دعوه على الفيسبوك، يعني اظنكم كلكم شايفينها. يعني حسين بيقول لازم يكون في ادانة عشان يكون في عفو. الفلوس اللي هيرجعوها دي مش بتاعتهم، هيتنازلوا على حاجة مش بتاعتهم ازاي؟ والادانة لازم تكون محاكمة، وهذا لم يحدث. ده صحيح، ده من الناحية القانونية فعلا زي ما بيقول حسين، مفيش عفو الا بعد المحاكمة. يعني تحصل المحاكمة ويصدر الحكم ثم يبقى في عفو او ما يبقاش في عفو. وبعدين الجريمة يعني الاساسية هم ارتكبوا مجموعة جرائم مالية اللي هو بيحقق فيها سواء في الداخل او في الخارج، جرائم مالية اللي هي السرقة يعني بالبلدي كده، وارتكبوا جرائم سياسية اللي هو تزوير الاعتقالات، التعذيب، القهر، كبت الحريات، كل دي جرائم سياسية. افساد الحياة السياسية، منع الاحزاب ومنع المعارضة من تشكيل احزاب حقيقية او منظمات مجتمع مدني حقيقية، كل ده افساد للحياة السياسية. وفي جريمة سياسية الاخطر من الجريمة المالية والسياسية هي الجريمة التاريخية. يعني ايه جريمة تاريخية؟ كونك تدمر دولة بحجم وقيمة وتاريخ مصر، دي جريمة تاريخية مش جريمة سياسية. يعني دي حاجة يعني كونك تضرب بقى ايه الاقتصاد، وتضرب الصناعة، وتضرب الزراعة، وتضرب التعليم والصحة، وكل شيء يهبط وينحدر ويتدهور ويصل الى ما يقارب الصفر يعني، وتنزل في المرتبة بتاعة ترتيب الدول. دي حاجة تاريخيا بالنسبة لمصر هي جريمة تاريخية. يعني بدل ما كانت مصر هنا تاريخيا، انت رحت شددها منزلها هنا في القاع. دي جريمة تاريخية بخلاف الجرائم السياسية، وايضا الجرائم المالية. والجرائم السياسية دي لما بنتكلم مثلا او معظم الناس بتتكلم عن دم الشهداء دول مش بس اللي استشهدوا في ثورة 25 يناير، كل اللي ماتوا نتيجة لتدهور الاوضاع الصحية وعدم وجود رعاية صحية وبأمراض سرطان ولا بأمراض كلى ولا بأي نوع من الأمراض ولا حوادث الطرق ولا كذا ولا كذا، كل دول شهداء أو قتلى النظام البائد، النظام الفاسد. يعني القتلى ما هماش 800 أو 1000 أو 6000 جريح اللي استشهدوا وجرحوا في أحداث ثورة يناير. لا، ده في قبل منها عشرات السنين في ناس حياتها اتدمرت، في ناس ماتت، في ابنها مات بالكانسر
في ناس ماتت بامراض مختلفة، في افساد